السلام الله عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيتعلق بالسجل الوطني للسكان، يعني غادي نشوفوا الحل بالنسبه للناس اللي تسجلوا في هذا السجل ولكن ما توصلوش بالمعرف الرقمي ديالهم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريك كيفاش انك تحصل على المعرف الرقمي ديالك واخا ما توصلتيش به. غادي نشوفوا كذلك بالنسبه للناس اللي توضر لهم المعرف الرقمي، يعني الناس اللي تمسح لهم الميساج، كيفاش يرجعوا هذا المعرف الرقمي. فإلا كنتي مهتم تبع معايا الفيديو حتى النهايه. لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات باش يوصلوكم الفيديوهات القادمه ان شاء الله، ودير لايك الفيديو اللي مالا وبارطاجيه باش كلشي يستافد. وما تنساوش تدخلوا عندي لاشين الثانيه ديالي، غتلقاو الرابط ديالها في اول كومونتير تحت هذا الفيديو. واي واحد عنده شي سؤال الاخوان يتواصل معايا في الفيسبوك ولا الانستغرام، راه كنجاوب على جميع الرسائل. إذا كما كتعرفوا بعد ما كتسجل في السجل الوطني للسكان كتوصل بالمعرف الرقمي ديالك عن طريق الهاتف أو عن طريق ساعي البريد، يعني كيوصلك للدار. وغالبا هذا المعرف هذا كيوصلك من خلال الهاتف ديالك. وبالنسبة للناس اللي مازال ما تسجلوش في السجل الوطني للسكان وما عارفينش كيفاش يتسجلوا، يدخلوا للقناة ديالي، راه ديجا درت واحد الفيديو شرحت فيه طريقة التسجيل في هذا السجل. لكن كاينين بعض الاسر اللي ما توصلوش بالمعرف الرقمي، يعني كاين اللي تسجل مثلا مده 15 يوم، شهر ونص وما توصلش بهذا المعرف الرقمي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريك كيفاش تعرف واش عمليه التسجيل ديالك يعني تمت بنجاح، يعني عطاوك معرف رقمي او لا الطلب ديالك ترفض. وغادي نوريك كذلك الى جاب الله تقبل الدوسي ديالك كيفاش تحصل على المعرف الرقمي ديالك. إذا كما كتعرفوا جميع بعد عملية التسجيل، يعني ملي كتسجل في الموقع ديالهم، هادشي راه شرحناه ديجا، كتخرج ديك الاستبارة ديال التسجيل، كتمشي للمقاطعة اللي قريبة لك باش توضع ديك الاستمارة أو تكمل الإجراءات ديال التسجيل. كيديروا لك صورة وكياخذوا لك بصمات ديال قزحية العين، من بعد كيعطيو لك واحد الوصل وكتسنى المعرف الرقمي ديالك. حنا من خلال ذاك الوصل غادي ندخلوا للموقع وغادي نشوفوا المعرف الرقمي ديالنا. اذا باش نشوفوا الطلب ديالنا فين وصل كندخلوا للموقع ديال السجل الوطني للسكان اللي هو RNP. غادي نخلي لكم رابط الموقع في صندوق الوصف. اذا بعد ما كندخلوا للموقع، هذه هي الواجهه ديال الموقع كيف ما كتلاحظوا، كنجيو لهذه الخانه اللي بالزرق اللي فيها تتبع حاله التسجيل، كنضغطوا عليها. هنا كيعطينا التحقق من وضعية طلب التسجيل. من خلال هذه الخانة كنشوفوا واش الطلب ديالنا تقبل أو لا ترفض. إلى الطلب ديالنا داز، يعني تمت العملية بنجاح، هنا غادي ننتظروا غير شوية وغادي يوصلنا المعرف الرقمي من خلال الهاتف ديالنا أو عن طريق ساعي البريد. بالنسبة إلى كان الطلب ديالك في حالة الرفض، يعني ترفض، هنا راه ضروري انك ترجع للمقاطعه ولا الملحقه الاداريه اللي انت تابع ليها. اذا باش نشوفوا الطلب ديالنا واش تقبل او لا ترفض كنجيو لهذا التحقق من وضعيه طلب التسجيل. هنا كيعطيك واحد الخانه فيها رقم الايداع. منين غادي نجيبوا حنا هذا رقم الايداع؟ هذا رقم الايداع كيكون في الوصل اللي كتاخذ بعد ما كتسجل في السجل الوطني للسكان، يعني بعد ما كتكمل الاجراءات في الملحقه الاداريه ديالك، يعني بعد ما كتصور وكياخذوا البصمات ديال قزحية العين كيعطيوك واحد الوصل. هذا هو النموذج ديال الوصل كما كتلاحظوا. لتحت ديال هذا الوصل كيكون رقم الايداع واللي فيه تقريبا بزاف ديال الارقام، كاينه تقريبا 29 رقم. هذوك الارقام كامله غادي تكتبهم في هذه الخانه. بعد ما غادي تكتب الرقم ديالك في هذه الخانه غتكليكي على جو سوي با روبو، غتكليكي على هذه الخانه اللي فيها لست روبو. من بعد غادي تضغط على ارسال. مباشره من غادي تضغط على ارسال هنا كيعطيك الوضعيه ديال الطلب ديالك. هنا كاينه تمت معالجه طلبك بنجاح. هنا كما كتلاحظوا كاينين المراحل اللي داز منها الطلب، يعني كاين طلب ناجح، طلب قيد المعالجه يعني تعالج، من بعد ولا طلب مسجل. وبالتالي اللي في هذه الوضعيه هذه مزيان، غير يتسنى واحد شويه راه غادي يوصلوا المعرف الرقمي ديالو في التليفون. يعني الى لقيتي هاد الخانات كامله بالخضر، يعني كما كتلاحظوا عرف باللي الطلب ديالك راه تسجل بنجاح، يعني غادي توصل بالمعرف الرقمي ديالك، خاصك غير تصبر. لكن الا كان الطلب ديالك فاشل، يعني طلب مرفوض، كانت شي خانه بالاحمر كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا، هنا خاصك تعرف باللي الطلب ديالك راه ترفض، وضروري انك تمشي عندهم
الملحقه الاداريه يعني المقاطعه باش تصحح الغلط ديالك، يعني باش تعرف فين كاين المشكل وتصححه. اما بالنسبه الى لقيتي الوضعيه ديال الطلب ديالك يعني طلب مسجل يعني ناجح، هنا غادي كما قلت لكم غادي تسنى واحد اليومين ولا 3 ايام، غادي توصل بالمعرف الرقمي ديالك. الا جاب الله ما توصلتيش به، اولا بالنسبه للناس اللي توضر لهم المعرف الرقمي بعد ما توصلوا به، غادي يجيو غادي يقوموا بهذه الخطوه. غادي تجي هنا هذه البلاصه اللي فيها استعاده المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، غتكليكي عليها. هنا هذه القضيه هذه غادي يقوموا بها الناس بالنسبه اللي توضر لهم المعرف الرقمي، او الا كنتِ يعني محتاج المعرف الرقمي ديالك يعني زربان، يعني بغيتي المعرف الرقمي ديالك ما فيك ما يتسنى توصل به، غادي تقوم انت بهذه الخطوه. اذا بعد ما كنضغطوا عليها كتطلع لنا هذه الصفحه اللي فيها استعاده المعرف الرقمي المدني والاجتماعي. وهنا كيعطيونا جوج خانات. الخانه الاولى كيطلب منك تدخل رقم الايداع. رقم الايداع راه شرحنا لكم فين غادي تلقاوه، كيكون في وصل اللي كتعطيك المقاطعه بعد ما كتكمل عمليه التسجيل في السجل الاجتماعي، السجل الوطني للسكان عفوا. وفي الخانه الثانيه كاين ادخال رمز الدخول. اولا غادي نعمروا هذه الخانه اللي فيها رقم الايداع. ملي كتكتب هذا رقم الايداع كتضغط على هذا البوطون اللي حداها اللي فيه ارسال رمز الدخول. مباشره ملي كتضغط على هذا البوطون كيوصلك واحد الميساج في التليفون ديالك فيه واحد الكود. هذاك الكود هذوك الارقام غادي تدخلهم في هذه الخانه الثانيه اللي فيها رمز الدخول. من بعد غادي تضغط على استعاده المعرف الرقمي، مباشره غادي توصل بالمعرف الرقمي ديالك. وبالتالي هذه هي الطريقه باش انك تحصل على المعرف الرقمي ديالك الى تعطل عليك، يعني ما فيك ما يتسنى. اولا بالنسبه للناس اللي توضر لهم المعرف الرقمي يعني تمسحوا لهم دي ميساج في التليفون ديالهم ما بقاش عندهم ذاك المعرف، هذه هي الطريقه اللي غادي يقوموا بها باش يتوصلوا به. لان بصراحه بزاف ديال الناس كيتسالوا بخصوص هذه المساله هذه. كاين اللي تمسح ليه ذاك المعرف الرقمي، يعني كاين اللي تفورماط عليه التليفون وما بقاش عنده الميساج فاش كاين ذاك المعرف. بالتالي هذه هي الخطوه اللي غادي يقوم بها باش يسترجع هذا المعرف. ونفس الشيء بالنسبه للناس اللي ما فيهم ما يتسنى يتوصلوا به، غادي يقوموا بهذه المساله هذه وغادي يحصلوا على المعرف الرقمي ديالهم. اذا كانت هذه هي المعلومه اللي بغيت نبارطاجيها معكم، والاشاره راه ديجا دوينا على هذا الشيء هذا. دخلوا لاشين ديالي غتلقاو فيديوهات على كيفاش انك تسجل في السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، التغطيه الصحيه ديال اموتضامون وغيرها من الفيديوهات. شنو هي العتبه اللي حددوها بالنسبه للتغطيه الصحيه، كيفاش تعرف التنقيط ديالك او المؤشر ديالك في السجل الاجتماعي المحادي واش غادي تاخذ الدعم او لا. بزاف ديال الناس كيتسالوا بخصوص هاد المسائل هادو، انا ديجا شرحتهم في فيديوهات. دخلوا لاشين ديالي وتابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. واي واحد عنده شي سؤال وما لقاش الجواب ديالو يتواصل معايا في الانستغرام او الفيسبوك، راه كنجاوب على جميع الرسائل. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. نتمنى يكون الموضوع نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله ومع موضوع اخر.